هذا ما ينبغي أن يتغير في علاقاتنا مع فرنسا بشكل خاص ومع أوروبا والغرب. طريقتنا في نظرتكم للأمور عندما يكون هناك أمور خاطئة في الانتخابات الأمريكية لا نتحدث عن ذلك. كذلك كان هناك فضائح في عهد شيراك حول ناخبين كانوا فقدوا حياتهم ولكنهم اعتبرت أصواتهم في الانتخابات. نحن ليس لدينا نية التأثير في آراء ناخبينا. العملية الانتخابية بدأت وقد أشرنا إلى أنه إذا كان هناك خروج عن القواعد فلن يكون بسبب سلطات الدولة ولا اللجنة الانتخابية. هذا ما أردت أن أوضحه لأقول إن هذا أيضا ينبغي أن يتغير في طريقة التعاون مع فرنسا وأوروبا، أن تنظروا بشكل مختلف إلى أفريقيا وأن تحترمونا وليس أن تنظروا إلينا بلهجة أبوية ونحن المخطئين وأنتم. أود أن أعلق على التعليق. أوضح الأمر. أولا أعتقد أننا نزيل الكثير من سوء التفاهم من خلال هذا التبادل. أود أن تعرفوا أنه عندما يكون هناك مشاكل انتخابية في الولايات المتحدة أو فرنسا الصحافة الفرنسية تدين ذلك وتتحدث عنه بنفس الطريقة عنكم. تحاول أن تصل إلى الحقيقة وهذا هو دور الصحافة الحرة. عندما يطرح صحفي فرنسي سؤالا فهذه ليست فرنسا. لا ينبغي أن نخلط بين الأمور. أنا كنت أشير إلى ما قاله لودريان وزير الخارجية. هذه الصيغة نعرف من أين جاءت ونعرف السياق الانتخابي وليس فيها احتقار. وفرنسا عملت على أن يكون هناك تبادل ولم آنذاك لم يكن هناك تداول. Alors, on va prendre une autre question congolaise. Monsieur Patient.